النهارده بقى هقول لكم ازاي نعمل بيتزا بطريقه سهله جدا جدا، ومش هتاخد منكم اي وقت خالص ومش مكلفه خالص زي بره. اول حاجه جبت هنا 3 كوبايات من الدقيق وحطيت عليهم كيس خميره فوريه، وحطيت ربع معلقه ملح ومعلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره زعتر. الزعتر مهم جدا جدا في البيتزا، وهو ده اللي بيديها الريحه الحلوه. حطيت بقى 3 معالق زيت وحطيت ميه دافيه وعجنتها ونسيبها بقى تخمر ساعه مثلا، لان الجو طبعا ساقعه. هنا بقى تعالوا نحضر الصلصه، سهله جدا. معلقتين صلصه جاهزه، عليها ملح وفلفل اسود وتوم باودر، وعليها كمان معلقه زعتر. والله العظيم بتكون حلوه جدا جدا واسهل بكتير قوي من اللي بتتعمل بطماطم فريش. بعد كده خلاص البيتزا هنا كانت العجينه خمرت، قطعتها زي ما انتم شايفين كده وهنفردها كويس. طبعا انتوا حابين بقى تخلوا السمك رفيع او تخين براحتكم. انا هنا عملتها رفيعه وحطيت، وبعد كده بنخرمها بالشوكه عشان بس ما ترتفعش في الفرن. بنحط بقى كل الحشو اللي عندنا وشويه جبنه صغيرين وندخلها في النص في الفرن، ونشغل النار من تحت بس لحد ما تستوي من تحت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نطلعها نقطعها ونحط الموتزاريلا وندخلها تحت الشوايه. طريقه التسويه دي حلوه قوي لان هي بتخليها الجبنه تسيح وفي نفس الوقت ما تبقاش محروقه لاننا ما حطيناهاش من الاول. والتقطيع قبل الجبنه احسن عشان وبس كده كده لما تعملوا احلى تطلع. بيتزا، وهسيب لكم لينك قناتي في اول كومنت لو عجبكم.